أوروبا مقلوبة اليومين دول على اللاعب التركي ميريح ديميرال، واللي رفع ايديه بشعار لتنظيم اسمه الذئاب الرمادية بعد ما سجل هدف لبلده في مباراة مع النمسا ببطولة يورو 24 واللي بتستضيفها ألمانيا دلوقتي. وده اللي خلى وزيرة الداخلية الألمانية تطلع تقول إن رموز المتطرفين الأتراك ليس لهم مكان في الملاعب الألمانية. وحصل استدعاء للسفراء في كل من أنقرة وبرلين. وكل ده ليه؟ لأن التنظيم ده محظور في بعض الدول الأوروبية. الطريف إن أردوغان نفسه بيرفع نفس الشعار. فيا ترى إيه حكاية الذئاب الرمادية؟ وليه أوروبا عاملة له حظر؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. خليكم معي، أنا إيمان مطر ودي قناة حواديت. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي. أهلا بيكم. الذئاب الرمادية ده تنظيم عنصري تركي اتأسس في نهاية الستينات على إيد ضابط تركي سابق اسمه آلب أرسلان توركش، واللي أسس برضه حزب الحركة القومية. وأصبح التنظيم هو الذراع العسكري للحزب، والمبدأ الأساسي اللي قايم عليه التنظيم هو نظرية تفوق العرق التركي. وليهم طبعا توجهات عنصرية ضد الأرمن والأكراد والعرب وطوائف تانية. وبيرجع اسم الذئاب الرمادية إلى أسطورة قديمة بتتكلم عن حرب إبادة اتعرضت لها قبيلة تركية، ونجا منها طفل واحد بس. لما كبر الطفل ده اضطر يتجوز ذئبة، وأنجب منها 12 شخص أعادوا بناء القبائل التركية. وفي رواية تانية إن الطفل ده رضع من الذئبة وبقى راجل قوي وقدر ينشئ تركيا من جديد. للتنظيم تاريخ دموي، وتم تسجيل 700 عملية إرهابية ليهم خلال 6 سنين بس، من سنة 1974 لسنة 1980، وراح ضحيتهم بالآلاف. وكملوا بعد كده بس بمعدل أقل. وكان من أبرز عملياتهم الإرهابية محاولة اغتيال البابا يوحنا بولس الثاني في الثمانينات، وارتكاب جرائم ضد الأكراد في بداية التسعينات. ده بالإضافة إن لهم تاريخ كبير في إقحام نفسهم في أي صراعات فيها طرف تركي ضد طرف تاني. يعني حرب في قبرص مع الأتراك ضد اليونانيين، وفي الصين أعلنوا مساندة الإيجور وقالوا إنهم من أصول تركية. وفي ليبيا دعموا التدخل التركي بحجة وجود ليبيين من أصول تركية. ووقفوا مع الشيشان ضد روسيا وقالوا إنهم مرتبطين بهم عرقيا. وفي سوريا طبعا نسقوا مع التركمان السوريين في الشمال السوري. الطريف بقى إنهم حاربوا مع أذربيجان ضد أرمينيا، وفجأة انقلبوا على النظام الحاكم في أذربيجان وشجعوا محاولة انقلاب ضده، فالراجل حذرهم من هناك وكرشهم. ليه بقى أوروبا خايفة من التنظيم ده؟ في سنة 2020 هاجم عناصر من التنظيم ده مسيرة للأرمن في شوارع باريس، وقاموا بتشويه نصب تذكاري لضحايا الإبادة الأرمنية قرب مدينة ليون، وكتبوا عبارات سب وشتائم وتهديد مع كتابة عبارة الذئاب الرمادية. وزير الداخلية الفرنسي وقتها صرح بأنها منظمة بتحرض على التمييز والكراهية ومتورطة في أعمال عنف، وتم حظر نشاطهم هناك. يعني ببساطة التنظيم نقل عملياته داخل الدول الأوروبية نفسها. إيه بقى علاقة أردوغان بالتنظيم؟ حزب الحركة القومية اللي منتمي ليه التنظيم من أكبر الداعمين لأردوغان، وتنظيم الذئاب نفسه وقف مع أردوغان في محاولة الانقلاب عليه سنة 2016، ونزلوا الشوارع وضربوا الجنود الأتراك المعارضين وقلعوهم هدومهم ونكلوا بيهم جامد ساعتها. وده سبب قلق في أوروبا كلها لوجود ملايين الأتراك المنتشرين في الدول بتاعتها، وممكن في أي لحظة يسببوا تخريب جوه القارة العجوز بتحريض من أردوغان اللي ليه سيطرة عليهم بشكل غير رسمي. وفي نفس الوقت ممكن يطلع يقولك إنهم مش تبعي. أكيد ده شيء مرعب. تصدقوا مع مرور الوقت بيثبت إن الراجل ده زعيم عصابة مش رئيس جمهورية أبدا.